رمضان كريم، كل رمضان وانتم بخير مشاهدي الكرام الافاضل. اليوم غادي نديروا الدرس ديال واحد المملحه بالدجاج بالطريقه ديال البسطيله الحلوه، يعني وغادي نردوها مالحه ان شاء الله بحول الله. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دابا غادي نعطيكم المقادير مشاهدي الكرام ديال هاد المملحه هذه. بريوات او بسيطلات او لا، عندي الدجاج وعندي البصله 5 ديال البصلات، وعندي في العطريه القرفه، البزار والزعفران الحر، راس معلقه ديال القرفه، ما نكثروش من القرفه المدقوقه، عاد من بعد غادي نديروا العواد ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال القرفه، والبزار قلنا، والسكينجبير والكركم اللي هو الخرقوم، زنجبيل، الفلفل الاسود، والعطريه ديال الدجاج غندير واحد معلقه ونص صغيره، والملحه والزعفران الحر، وغادي نضيف السمن ان شاء الله لهاد المملحه هذه. كنطيبوها على طيبه البسطيله الحلوه، ومن بعد كنرجعوها مالحه ان شاء الله. وهانتوما ما تمشيو فين، كملي الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه، راه كتجي واحد المملحه اللي رائعه. هانتوما غادي ندير في هاد لوبول هذا كاس ونص ديال الماء وديك العطريه باش نخلط هاد الماغيناد هذه اللي غادي ندير فيها داك الدجاج يشرب ليا ديك الماغيناد. وعواشركم مبروكه، كنتمنى لكم رمضان كريم بالصحه والسلامه والعافيه مشاهدي الكرام الافاضل، احبكم في الله. صافي غادي نخلط هاد الدجاج هذا في هاد الخلطه هذه، وغادي نخليه يتشرب واحد شويه، وغادي نكمل معكم المملحه ديالنا ان شاء الله بحول الله. راه كتجي واحد المملحه بغيتو ديروها بسيطلات، بريوات، دينيم، مهم كتجي حتى بسطيله كبيره، راه كتجي رائعه وزوينه واقتصاديه. ماشي الحوت راه غالي بزاف، اللي بغا يدير الحوت راه الغلا بزاف ديال الحوت هذا العام هذا، غالي الحوت بزاف. المهم ما علينا، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخلطوا هاد الدجاج هذا في هاد الماريناد، وغادي نخليه واحد شويه يشرب، وعاد غادي نكمل معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لا فيديو. دابا الدجاج ديالي ها هو شرب ديك الماريناد وتلذذ بديك العطريه وداك الشيء. غادي نديروه في الطنجره، وغادي نضيف عليه واحد البصله، وغادي نخلي الفرين حتى الاخر، عاد غادي نديروهم بحال شكل الدغميره. هانتوما معايا، ما تمشيو فين حتى تتمه الفيديو باش تستافدوا وتعم الفائده. بالنسبه للمبتدئات والناس اللي ما تعرفوش البسطيله، الناس اللي ماشي من المغرب، خارج المغرب يعني الدول العربيه، وهذا راه طريقه سهله ديال البسطيله. بغيتو ترجعوها حلوه غادي تضيفوا ليها السكر والعسل واللوز، ويكون البصل كتير، وغادي تولي حلوه. بغيتوها مالحه غادي تبقى بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف دابا البصل مورا السمن، شويه ديال جهد بصله تقريبا واحد البصله، وغادي نرد الطنجره ديالي فوق النار تغلى. صافي غادي نقلب، ما غندير لا ما لا والو، ما غندير لا زيت لا والو دابا، وغادي نقلب ونحرك مزيان داك سميتو. المقادير الثانيه هما هادو، عندي الشعريه الصينيه، وعندي الزيتون مقطع، شعريه ديال الروز تقريبا، وشامبينيون الكحل، الفطر الاسود، وعندي الفطر الابيض شامبينيون بيض، وعندي الزيتون مقطع، وحامض مصير، الحامض المصبر عندنا حنا في المغرب، الحامض المصير كنقولوا له هو هذا، وعندي الفرماج الحمر غادي نحكو حتى هو، وصوص صوجا صويا صوص، وعندي هنا الهريسه يعني الحار، الهريسه الحاره. صافي هادو هما المكونات الثانيين اللي غادي ندير، هادو هما اللي غادي يعطيونا الملوحه الحشوه ديالنا. وغادي نحيدوا السكر، وغادي نضيفوا هاد المواد المالحه، هي اللي غادي ترجع لنا المملحه ديالنا مالحه ان شاء الله بحول الله. انا غادي نهرشي هذاك الزيتون مع الشامبينيون، غادي نغسلو الكحل وغادي نطحنو حتى هو، وغادي نطحن شامبينيون بيض، وغادي نرجع معكم. الدجاج ديالي راه طاب، حيدته من الطنجره، غادي نخليه يتسقطر من داك
المرق اللي لاصقه فيه باش ما يكونش مياه. وغادي نضيف البصله في هاد الطنجره هادي. غادي نضيف البصله وغادي نبدا نحركها، وغادي نضيف لها شويه ديال القرفه مطحونه، وغادي نبدا نحركها تضغم الريه وتولي يعني متجانسه وطايبه البصله وتغمرت. دابا غادي نضيف شويه ديال القرفه قلنا، وغادي نبقى نحرك فيها حتى طيب لي ديك البصله وطيح وتغمر ديك المريقه. وغادي نرجع معكم. هنا درت الثومه وغادي نضيف زيت الزيتون، وغادي نشحر ديك الثومه شويه. صافي غادي نحرك ديك الثومه وديك الزيت حتى طيب ليا شويه ديك الثومه وتشحر. وغادي نضيف عليها الملح شويه ديال الكركم، شويه ديال البزار. وغادي نحرك المكونات اللي درت مع الثومه يتجانسوا. وغادي نضيف شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وغادي نضيف داك البصل الخضاريه، البصل الحريف، البصل الحريف. وهنا عندي شامبينيون طحنته البيض والاسود والحامض مصير غير القشره ديالو، الفطر الاسود والفطر الابيض هاشيته في الهشوار، هما اللي غادي نشحر في هذيك الثومه وداك البصل الحريف اللي شحرت. صافي غادي نحرك هاد المكونات هادو تيتشحروا لي مزيان. وطحنت الزيتون، هنا الزيتون بالعظم طحنته حتى هو، هشيته بالهشوار ماشي طحنته غير يبقى شويه مهرمش. وعندي القزبر والمعدنوس. غادي هنا زدت واحد 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث فروماج ديال لافاش كيري. المهم زدتهم باش هما اللي غادي يعطيوني واحد التعليكه لديك الخليط. صافي وضفت الزيتون تا هو غادي نحركو مزيان تا هو يتشحر ليا مع داك الخليط. وغادي نضيف قزبر ومعدنوس في الاخر. صافي غادي نخلط هذا الخليط هذا وغادي نحركو نديه ونجيبو شويه فوق النار. وغادي صافي المكونات ديالي راه تشحرات، غادي نحطها على جنب. عندي البصله اللي تغمرات، هي هذه ديك البصله اللي خليت في الطنجره حتى وقفات في دامها، هي هذيك. غنخلطها مع الشعريه الصينيه، هي اللي غادي تبنن ليا ديك الشعريه الصينيه، وغادي تعطيها المذاق والعطريه اللي درتو داكشي كله، داكشي اللي نزل من الدجاج، داك البنه كامله غادي تاخذ هذيك الشعريه. وملي غادي نخلطها غادي نديرها في صفايه باش تسقطر ليا، ما يبقاش فيها، باش تنشف ليا، باش تجيني الحشوه ناشفه ما تجيش مفزقه. الدجاج ديالي ها هو قطعته، حيت له جلده والعظام والعروق وداكشي، وغنخلطو مع الشعريه الصينيه. وغادي نخلط يعني كل شيء، دوك المكونات كاملين، الزيتون والفطر والقزبر ومعدنوس داكشي كلشي اللي شحرت. وغادي نزيد الفرماج، فرماج حمر مغطي يعني الحكوك. وهنا زدت الهريسه وصوص الصوجا في هاد الاخر هذا. وغنحرك الخليط كله، وغادي ندير بهم البريوات ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا عندي الورقه غادي نقطعها على قد القياس اللي غادي ندير به البريوات ديالي. كنقطع يعني الاشرطه مقاده، ملي كنقطع الشريط الاول كنعبر عليه بالاشرطه الاخرى. صافي وغادي نصايب دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نلوي البريوات ديالي. انا غنصاوب معكم وحده. كناخذ القياس ديال الحشوه اللي غادي يجيني على قد داك الشريط اللي درت، وكنطوي المثلث ديالي كالعاده. هانتوما كنشد القنات ديال البريوه ديالي وكنزير وكنسد باش كيجيني المثلث ديالي مسدود من الريوس ومن الجوانب. هانتوما بحال هكا. انا غادي نعاود معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم عاوتاني وحدين اخرين. كندهن الورقه ديالي بشويه ديال الزيت والزبده، وكندير الحشوه، وكنبقى نتني المثلث ديالي ديال البريوه اللي كندير. هانتوما كنزير من الريوس ديال من القنت اللي كنبغي نتني فيها على القنت الاخرى، كنزير بالاصابع ديالي باش تجيني مسدوده البريوه ديالي. هانتوما صافي انا غادي نمشي بحال هكا تنكمل ونرجع معكم في التقديم النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله.
كنلصق ديك الورقه، كنلصقها بياض البيض، وفضلوا بياض البيض على الدقيق. انا غنعاود معكم واحده اخرى. كندهن بالزيت والزبده الاشرطه ديال الورقه ديال البخار طبعا كتساعد، كتجي زوينه ما كتضيعش. صافي كنعمر مزيان البريوه ديالي. الا كانت ناقصه غادي نعمرها، وغادي نبدا نشد من الجوانب، كنقرص بصباعي من الجوانب باش كنسد الريوس ديال البريوه، وكنقطع البقايا بمقص، وكنلصق ببياض البيض. صافي البريوات ديالي انا غنمشي بحال هكا تنكمل. بقادات ديال الورقه المقطعه انا غادي نعاود نقطع اشرطه، ودائما كنقطع على قد القياس ديال الاشرطه باش يجيوني البريوات قد على قد الاشرطه اللي درت في الاول. ضروري من القياس ناخذوا العبار باش كيجيونا البريوات مقادين قياس واحد. تنخليو الطريف دائما، تنخليو شريط واحد باش نقطعوا عليه الاشرطه الاخرى. ملي كملت البريوات ديالي دوزتهم في البيض ومرمتهم في الشابلو وقليتهم. هو هذا التقديم النهائي ديال البريوات ديالنا. كيجي واحد التقديم راقي وزوين، وزوقتهم بفرomage وشويه ديال الخضره مجففه والمعدنوس. كيجيو مقرمشين زوينين ولذيذين. كنتمنى يرقكم وينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناه ولي لايك، بارطاج مع الاهل والاحباب ليصلكم الجديد. فضلا وليس امرا مشاهدي الكرام الافاضل، والسلام عليكم.